الاهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا، دي الانديه الاربعه اللي هتتنافس على بطوله السوبر المصري. وده هيبقى موضوع حلقتنا الجديده من برنامجكم بلاي ميكر. ومن سوبر الى سوبر، ربنا يجعل ايامنا ورياضتنا المصريه دايما سوبر. السوبر المصري بشكله الجديد واللي متكون من 4 فرق واللي اتطبق لاول مره الموسم الماضي خلى المنافسات بقت اقوى، بقى فيه مباريات اشرس، وكمان العوائد الماليه للانديه ارتفعت. يعني هنلاحظ ان صاحب المركز الاول هيحصل على 250 الف دولار، يعني ما يعادل 12 مليون جنيه. اما صاحب المركز الثاني يحصل على 125 الف دولار، صاحب المركز الثالث 75 الف دولار، وصاحب المركز الرابع والاخير 50 الف دولار. أهمية بطولة السوبر المصري تبان لك من مدى تهافت القنوات الفضائية على إذاعة البطولة. يعني إن شاء الله البطولة هتتذاع على 3 قنوات فضائية، اون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية اللي بالمناسبة هيعملوا بث مشترك واستوديوهات تحليلية مشتركة طوال فترة البطولة. كمان هتتذاع على قناة MBC مصر. أتمنى إن اللعيبة تقدم لنا مباريات قوية ومباريات ممتعة تليق بحجم الاستعدادات اللي معمولة للبطولة. الأهلي بيشارك في البطولة طبعا كبطل لبطولة الدوري المصري النسخة الماضية، أما بيراميدز بيشارك كبطل لكأس مصر، سيراميكا كليوباترا بيشارك كبطل لكأس الرابطة، اما الزمالك بيشارك بالبطاقة الذهبية. طبعا لان البطولة هتبقى اقوى بمشاركة نادي الزمالك سواء فنيا او تسويقيا. هنبدأ كلامنا عن اول لقاء وهو لقاء الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي هتلاعب يوم الاحد القادم ان شاء الله الساعة 8 مساء. وطبعا المباراة هتبقى صعبة على الفريقين، هتبقى صعبة على النادي الاهلي طبعا لانه لسه خارج من خسارة لقب السوبر الافريقي امام غريمه التقليدي نادي الزمالك. وطبعا اللعيبه مطالبه انها تصالح جماهيرها مش بس بالمكسب ولكن كمان بالاداء الجيد. وعلى الناحيه الثانيه طبعا المباراه صعبه على نادي سيراميكا كليوباترا لسببين. السبب الاول لان هم طبعا هيلعبوا النادي الاهلي النادي العريق، والسبب الثاني لان هم في فتره الانتقالات الماضيه غيروا جلد الفريق وشكل الفريق بالكامل، لان هم تعاقدوا مع 18 صفقه، كان اهمهم رباعي نادي بيراميدز اللي جابوه على سبيل الاعاره فخري لقاي واسلام عيسى ومحمود زلاكا وعبد الله مجدي. كمان تعاقدوا مع محمد صادق من بيراميدز بشكل نهائي. كمان استعاروا ثلاثي الاهلي احمد اشرف واحمد عبدين ويوسف سيد عبد الحفيظ. كمان ان هم تعاقدوا مع الظهير الايسر للنادي المصري حسين السيد تعويضا لمحمد شكري المصاب. وفي المقابل خرج من نادي سيراميكا كليوباترا اكتر من لاعب مميز. يعني هنلاقي صديق جولا خرج لنادي بيراميدز، محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان خرجوا لنادي البنك الاهلي. كمان اتباع خالد صبحي المدافع الدولي للنادي المصري البورسعيدي. تخيل كده معايا شكل الفريق بعد كل التغييرات دي. طبعا هيأثر على انسجام اللعيبه وتفاهم اللعيبه مع بعض، وطبعا ده هيأثر على اداء سيراميكا كليوباترا في الملعب. نرجع تاني للنادي الاهلي وفي تدريبات الاهلي الاخيره وفي الماتش الودي اللي اتلعب قدام حرس الحدود قبل السفر لدوله الامارات. يقال ان مارسيل كولر جرب طرق لعب جديده على الفريق غير 4-3-3، لان مارسيل كولر باختصار حس ان طريقه لعبه دي اتحفظت للمنافسين وكل المنافسين بيقدروا ان هم يقفلوا دفاعاتهم قدام النادي الاهلي. حب ان هو يجرب طريقه لعب جديده يفاجئ بيها المنافسين في السوبر المصري او في البطولات القادمه. يعني بيقال ان مارسيل كولر طلب في مباراه حرس الحدود انها تبقى على 3 اشواط 30 دقيقه 30 دقيقه و45 دقيقه، وجرب طرق لعب زي 3-4-3 و3-5-2 وكمان 4-4-2. والاول مره نشوف مارسيل كولر بيجرب يلعب باثنين رؤوس حربه. كمان على مستوى اللعيبه جرب لعيبه في مراكز جديده عليها. يعني جرب حسين الشحات في مركز 8، عمرنا ما شفنا حسين الشحات بيلعب في هذا المركز. هنشوف مارسيل كولر مخبي لجماهير الاهلي ايه وكمان مخبي للمنافسين ايه، وطبعا هنقيم طرق اللعب الجديده اللي هيلعب بيها. اما بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي فممكن نلاقي فيها جديد في السوبر المصري. يعني ممكن نلاقي اشرف داري بيلعب اساسي جنب رامي ربيعه في مركز المساك، ولكن لسه اشرف داري موقفه مش واضح 100% بالنسبه للجهاز الفني، ومحير الجهاز الفني شويه لان هو بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي ولكن يلاقوه بعد التدريب بيشتكي من بعض الالام. طبعا الجهاز الفني النادي الاهلي مش عايز يجازف في اشرف داري لانه صفقه مهمه جدا للفريق، ومشاركته هتبقى اضافه كبيره سواء في السوبر المصري او في الانتركونتيننتال او في بقيه بطولات الموسم. نخرج بره الملعب شويه ونتكلم عن تصريحات كابتن اسماعيل يوسف اللي شغلت الوسط الرياضي وقلبت السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، لما اتكلم وقال ان الزمالك لو تخطى عقبه بيراميدز هيفوز بالسوبر المصري ايا كان المنافس. بعض جماهير الاهلي اعتبرت ان ده تقليل من النادي الاهلي، والبعض الاخر قارنها بتصريحات كابتن احمد بلال قبل السوبر الافريقي واللي قللت من نادي الزمالك. الحقيقه انا اشوفها ولا ده ولا ده. يعني تصريحات كابتن اسماعيل يوسف انا سمعتها ما فيهاش اي تقليل من النادي الاهلي،
الاهلي. كل طرف حقه ان هو يشوف ان هو الطرف الاقرب للفوز بدون التقليل من الطرف الاخر، وده اللي عمله كابتن اسماعيل يوسف. اما بالنسبه انها شبه تصريحات كابتن احمد بلال، برضو لا، يعني ما فيهاش اي تقليل من النادي الاهلي، بالعكس تصريحات كابتن احمد بلال هي اللي كانت مسيئه لنادي الزمالك وكانت بتقلل من نادي الزمالك. ولكن ده ما يمنعش ان الجهاز الفني للنادي الاهلي ممكن يستغل تصريحات زي دي ويوري لعيبه الاهلي ان رموز نادي الزمالك واقطاب نادي الزمالك بتشوف ان فرصهم هي الاكبر، عشان يحفز لعيبه النادي الاهلي ويحسهم اكتر على الفوز بالسوبر. وعلى ذكر الحوافز، وفي قرار للنادي الاهلي لخلق حافز اضافي للاعبين للفوز بالسوبر، قرر كابتن محمد رمضان مضاعفه مكافاه الفوز بالسوبر للاعبي النادي الاهلي في حاله فوزهم بالبطوله. وده قرار انا بشوف ان هو بيرد على كل الناس اللي ادعت على كابتن محمد رمضان وقالت ان الاهلي جايبه كبعبع او يبين العين الحمراء للعيبه. لا، كابتن محمد رمضان بالقرار ده بيقول ان زي ما في عقاب ففي ثواب، هتحقق بطولات ونتائج كويسه، هتحقق فلوس اكتر كمان من اللي احنا حاطينها لك في اللائحه. الاهلي اساسا عنده منظومه متكامله وعنده قواعد صارمه للعيبه تمشي عليها. يمكن الفتره اللي فاتت اداره الاهلي حست ان القواعد دي مش بتطبق بالشكل الامثل، عشان كده جابوا كابتن محمد رمضان وهو شخصيه صارمه معروف عنه الصرامه عشان يضمنوا تطبيق هذه القواعد والنظم بالشكل الامثل. يعني كابتن رمضان لما يقول للعيبه تيجوا قبل التمرين، بدل ما كنتوا بتيجوا بربع ساعه تيجوا بساعه ونص او ساعتين قبل التمرين عشان يركزوا في التمرين ويبقى حاسين ان حياتهم كلها كوره. لما كابتن رمضان بيقول لهم ان ما حدش يحضر سهرات او حفلات بدون اذن مسبق، ده الطبيعي. لما يقول لهم ما حدش يطلع في الاعلام بدون اذن الاداره، انا شايف ان ده برضو طبيعي. كمان الاقتراح اللي كان مقدمه كابتن محمد رمضان، وهي ان اللعيبه تلبس ساعات ذكيه بتقيس مدى جوده نومها وعدد ساعات النوم، وهل ساعات النوم دي كافيه للعيبه ولا لا. النظام ده اصلا متطبق في اوروبا من سنين، يعني كابتن رمضان ما اخترعش العجله. وكمان النظام ده الناس هجمته عليه وهو اساسا لسه ما اتطبقش، يعني دي فكره هو طرحها كابتن محمد رمضان ولكن لم يتم تطبيقها حتى الان. انا شايف ان كل اللي بيتكلم عليه كابتن محمد رمضان في اطار نظام للاعيب الاهلي، المفروض اللعيبه اصلا تعمل كده من نفسها، لان ده احتراف ودي مهنتك اللي انت لازم تخاف عليها. والحقيقه اللي فاكر ان كابتن محمد رمضان جاي عشان الحته دي بس، فاقول له لا، كابتن محمد رمضان جاي كمدير رياضي، وفرق كبير جدا بين كلمه مدير رياضي وكلمه مدير كوره. ان شاء الله هنبقى نعمل حلقه عن اهميه منصب المدير الرياضي، وهنستشهد بانجح المديرين الرياضيين في اوروبا. ان شاء الله هنبقى نعملها في حلقه لاحقا. نروح لنصف النهائي الاخر اللي هيبقى طرفينه نادي الزمالك ونادي بيراميدز. هيتلعب ان شاء الله اللقاء في نفس اليوم، يوم الاحد الساعه 4:05. والحقيقه اللي مش قادر افهمه ليه الدقه قوي كده، يعني ليه 4:05 تحديدا؟ يعني بيدخل نادي الزمالك هذا اللقاء وهو بيعاني من غيابات كتيرة، أبرزها محمود حمدي الونش وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي وسيدي ندايه للإصابة. كمان هيغيب سيف جعفر وسامسون أكينولا ومحمد عاطف وحسام أشرف وأحمد فتوح ومهاب ياسر لأسباب فنية، في حين تأكد مشاركة كابتن عمر جابر في السوبر المصري. أما عن نبيل عماد دونجا فصعب إن هو يلحق الماتش الأول، وبيتم تجهيزه للمباراة النهائية في حالة وصول الزمالك إليها. والحقيقة لما نيجي نفكر في المباراة مع بعض هنلاقي المباراة صعبة جدا على نادي الزمالك، والصعوبة مزدوجة. يعني صعبة على الجانب الفني لأن هم هيلعبوا فريق قوي جدا زي فريق بيراميدز، فريق عنده سكواد قوي جدا، كمان دعم الفترة اللي فاتت بلعيبة مهمة زي صديق جولة وزي عبد الرحمن مجدي. كمان المباراة صعبة على الجانب النفسي والذهني للاعبي الزمالك، لأن هم خارجين من تحقيق بطولة مهمة وهي بطولة السوبر الافريقي قدام غريمهم التقليدي النادي الاهلي. فهل هيقدر الجهاز الفني لنادي الزمالك ان هو يخرج اللعيبه من نشوه الفوز بالسوبر الافريقي ويقدروا يركزوا في ماتش بيراميدز وينزلوا ويركزوا ويكسبوا المباراه، ام هيغلطوا غلطه النادي الاهلي في السوبر الافريقي وينزلوا المباراه بثقه زياده وبالتالي يخسروا اللقاء؟ وبالنسبه لتشكيله نادي الزمالك اللي هتلعب اللقاء، اكتر مركز شاغل بال جوميز مدرب الفريق وهو مركز اللاعب رقم 6 اللي هيبقى بديل نبيل عماد دونجا. يعني هل يلاعب زياد كمال اللي ما اثبتش نفسه بشكل كبير في الماتشات اللي فاتت ولكنه اقوى دفاعيا من كل البدلاء التانيين، ام يلاعب محمد شحاته المتالق ولكن هو اقل دفاعيا من زياد كمال؟ الحقيقه انا اشوف ان الزمالك عنده نقص في المركز ده، ولازم قبل نهايه الانتقالات يوم 25 اكتوبر يدعم هذا المركز، كمان يدعم مركز المساك عشان يبقى الفريق متكامل. على الناحيه الثانيه بالنسبه لنادي بيراميدز، اتفقنا ان هو عنده سكواد قوي جدا، ولكن كمان دعم في الانتقالات اللي فاتت بصفقات قويه جدا. يعني جاب عبد الرحمن مجدي من نادي الاسماعيلي في صفقه انتقال
النهائي. كمان تعاقد مع يوسف اوباما في صفقة انتقال حر بعد رحيله من نادي الزمالك، واستعار كمان اللاعب المميز صديق ايجولا من نادي سيراميكا كليوباترا. كمان جاب طارق علاء ظهير ايمن نادي سموحة. كمان رجع لاعب المنتخب الاولمبي احمد قطة من الاعارة لنادي زد. وعلى عكس نادي الزمالك، نادي بيراميدز بيخش اللقاء بغياب وحيد وهو اللاعب المغربي الكبير وليد الكارتي، ولكن زي ما اتفقنا بيراميدز عنده بدائل كتير، يعني عنده مهند لاشين وعنده بلاتي توريه، لعيبه كبيره ويقدروا يعوضوا غياب الكارتي. بيراميدز فريق قوي جدا ومستقر فنيا، وكمان معاهم مدرب مميز وهو كرواتي كورنوسلاف يوريشيتش اللي عمل شكل الفريق. وعلى عكس كل المديرين الفنيين لبيراميدز الماضيين، خلى الجانب الدفاعي اقوى في نادي بيراميدز وخلق توازن ما بين الدفاع والهجوم، وتحس ان نادي بيراميدز بقى فرقه اتقل في الملعب. طبعا بيراميدز بيمني النفس للفوز بتاني بطولاته بعد تحقيق اول بطوله في تاريخ النادي وهي بطوله كاس مصر الماضي، خصوصا ان بطوله السوبر المصري بتتكون من لقاءين فقط. طبعا الفريقين اللي هيكسبوا في نص النهائي هتاهلوا ان شاء الله للنهائي اللي هيتلعب يوم الخميس القادم الساعه 8 مساء، وفي نفس اليوم الساعه 4:05 هيبقى ماتش تحديد المركزين الثالث والرابع. نتمنى مباريات ممتعه نستمتع بيها جميعا، وان شاء الله بعد كل دور من الاثنين هيبقى لينا لقاء مع بعض نحلل فيه ماتشات الجولة. كده حلقتنا خلصت، أراكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.